الزفت ده بيشغلني خدامة عنده والله مامي ماتت. طلع العشا زي الفكة. أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليوم. إن شاء الله نرجع أكتف كلنا صحة ونشاط. الحمد لله البرد خف عندي خالص ومليكة خلعت ضرسها التاني. إن شاء الله مشاكلنا الصحية هذا الأسبوع تنحل. رجعنا بقى من الشغل بهدوم الشغل، والله العظيم هدوم الشغل. اكل بس لقمه واشرب كوبايه شاي، بعد كده بقى اشوف الدنيا ايه بتقول ايه والعيال بتقول ايه والمذاكره بتقول ايه. طبعا الرخامه انا بكون نايمه سايباها نظيفه. بعد ما انام لو صحيت من النوم دخلت الحمام في نص اليوم بلاقيها ربع كركبه كده. طب لو ما اجي في الشغل زي ما انتوا شايفين كده، مش هنتكلم كتير على الرخامه. في ناس عايشين بياكلوا بيطبخوا يعني، بس هم مش بينضفوا الرخامه. هم مش اخرهم ان هم اللي بيعملوا لنفسهم وشايفين ان كتر خيرهم، فهم كتر خيرهم. المهم ان انتوا وحشتوني جدا ومبسوطه جدا ان انا هنزل النهارده الفيديو في ميعاده، ومبسوطه ان انا هرجع ان شاء الله انزل. يا رب يشفيني ويديني الصحه يا رب. بفكر اجيب فيتامين سي ليا انا وعيالي كل يوم ناخده طول الشتاء، ده غير ان احنا ناكل برتقال كل يوم. ان شاء الله هعمل كده. فيديو النهارده هنعمل فيه روتين مليكه. بصوا، تاني يوم خلع الضرس، ده كان تاني يوم خلع الضرس. انا النهارده وانا بسجل صوت على الفيديو، النهارده تالت يوم، فالنهارده الحمد لله احسن. ناكلها بقى زبادي فيهم. دول قطتين كانوا حلوين بس هي عماله تنام عليهم فدلدلوا بقوا ما بقوش قطتين بقوا ودان المعزه اللي هي بتبقى نازله دي. التنمر اللي انا فيه ده. دي بنتي اموره، هديها بقى واحده بروفين عشان تصحصح كده معايا، واعمل نفسي كوبايه شاي. طبعا انا كنت واكله بره وهم واكلين حواوشي، فاليوم خلص خلاص. عايزه بقى اقول كميه حاجات مختلفه النهارده ان شاء الله باذن ربنا مفيش حاجه هتوقفنا، واروح اطلع الصيف والشتوي. الله اكبر، الله اعظم، الله اكبر، الله اعظم. سترك يا رب ورضاك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الدعاء مستجاب ما بين الاذان والاقامه. انا مخدتش بالي ان الاذان اذن، فكان نفسي ادعي دعوتين حلوين ليا ودعوتين حلوين على حد تاني بس ما لحقتش. ندعي ايه بكره ان شاء الله. شايفين المعاناه اللي انا بعانيها؟ انا مسرعه وقص حتت كتير. تلت ساعه عشان تاخد معلقه الدواء، وتاخد نص، وتلت ساعه تانية تاخد النص التاني. بتطلع عيني. ده انا اليومين دول بدات اكتب مناخير عشان ما تشمش ريحه الدواء، عشان كل الادويه اللي مش عاجباها، هو كله اصلا ما بيعجبهاش، هو سيتال بس اللي بيعجبها وبروفين، اي حاجه بالبرتقال غير كده بترجع لبطنها كله. ربنا يشفيكي يا بنتي يا رب. طيب احنا بقى هنعمل ايه؟ هنغير هدومنا وهندخل بقى على فقرة المواعين، الفقرة المحببة إلى قلب الملايين. أنا الصراحة ما لقيتش حاجة ألبسها بيتي، والبنطلون كده هيتغسل والشميز هيتغسل، وقلت كده مواعين وهلبس المريالة، فيلا ندي. تعالوا بقى نرد على سؤال او كومنت يعني بيقول اهتمي باكل مليكي شويه وما تاكلهاش حاجات فيها مواد حافظه. بالنسبه للمواد الحافظه مفيش طفل في العالم مهما كانت امه محافظه مش بياكل مواد حافظه، فدي انا بحاول اقللها بس هما بياكلوها. بالنسبه للاكل يا جماعه الحمد لله هي مليكه يا جماعه اكلتها ضعيفه جدا. بديها مكمل غذائي، بديها فاتح شهيه، مش بيعملوا اي حاجه خالص، بس اكلتها زادت كتير عن الاول، كتير وما زالت ضعيفه برضو. بس انا شفت اطفال بتاكل اضعف من بنتي، يعني فاكره بتاكل قد اخوها، يمكن اخوها بياكل من اكبر منها شويه صغيرين، بس ما شاء الله هو تحسوه ساند نفسه كده عنها شويه، لكن هي جسمها كده يا جماعه. فهحاول اقلبظها شويه، مش بعمل محاولات كتير والله، فالحمد لله تحاليلها كلها كويسه، اني بقلق عليها كتير. فانا الحته دي حبيت اطمنكم، لان ناس كتير من عشان هي رفيعه بتفتكر ان انا اللي مهمله فيها. ربنا ان شاء الله يقلبظها ويبقلظها، اللهم امين واهم حاجه الصحه تفضل فيه سلام وتمام. الكومنت اللي بعده بقى واحده بتقول سيبي شغلك ده لان هو اللي خارب لك حياتك ومكركبها. طيب انا هحكي لك حاجه وانتي ردي عليا اسيبه ولا لا. انا اقسم بالله لما بسيب الشغل بتكسح وبيجيلي اكتئاب وبنام ومش بعمل اي حاجه في حياتي، وبكون مهمله في بيتي ومهمله في ولادي ومهمله في جوزي ومهمله في قرايبي. بيتصلوا بيا مش برد عليهم. طب دلوقتي كل يوم بكلم ماما ونور وميادة وسمر، عاملين جروب كل يوم بنتكلم عليه، لكن انا بدخل في حاله اكتئاب غريبه. انا بحب اشتغل، انا قاعده البيت بتحسسني ان انا مت.
شغلي مرهق، مرهق، معتمد عليه ماديا، معتمد عليه ماديا. مش عايزه اسيبه عشان الجزء المادي كمان زائد الجزء النفسي. طبعا دي حقيقه مش ما حدش يقدر ينكرها. فمن كل النواحي فانا اقسم بالله كده ارحم بكتير. ماما كانت لسه بتقول لي في التليفون، كنت انا بقول لها ان انا هسيب الشغل يعني من اسبوعين كده، قالت لي ماشي براحتك، عايزه تسيبي سيبيه، بس انت هتفضلي نايمه طول النهار، خدي بالك يعني. نايمه طول النهار وطول الليل بتتفرجي على افلام وبتاكلي لب وسداني فخليكي شغاله كده ومصحصحه وفايقه، ده انت بتزوريني اكتر. انا فعلا بزورها وانا يعني انا عندي نشاط وجسمي سخن كده ونشاط. انا جسمي يا جماعه بيتكسح من القعده، بتكسح من قعده البيت، مش بكون طايقه روق الشقه. ايه الحياه دي يعني؟ ايه اصحى من النوم طبخ كنس مسح نوم، طبخ كنس مسح وكده بس؟ ايه ده؟ طبعا انا مش بقلل من اي حد ست بيت ولا الكلام ده كله عشان ممكن حد يفهمني غلط. انا بس كل اللي فيها انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن تجربتي وانا شغاله. قبل ما اشتغل خالص خالص او اخرج من البيت، كنت قبل ما اخلف وبعد ما خلفت برضو مالك كنت كويسه وعايشه حياتي جميله جدا وكل يوم حلويات. بس كانت سلفتي عايشه جنبي، كنت بشوف ناس، بقابل ناس، مش عارف ايه. لكن وانا لوحدي حرفيا يعني كل يوم بفطر معاه، في حاجه بتشجعني، بننزل نجيب حاجتنا، بنطلع بنعمل نتشجع. طب يلا نعمل حلويات ونسهر، طب يلا نجيب لبوس تاني وبرتقال ونسهر، طب يلا نخرج انا وبنتها نشتري هدوم نعمل. لكن انا وانا لوحدي الحياه مش بتعودش اعيش لوحدي يا جماعه. انا طول عمري متعوده ان بيتنا زحمه 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 من ساعه ما اتولدت، يا اما باهل امي يا اما باهل ابويا يا اما باصحاب بابا يا اما باصحاب ماما. يعني انا مش متعوده على كده باختصار شديد جدا، هو ده السبب. طيب السؤال اللي بعده او الكومنت اللي بعده، عايزين قناه نور لو سمحتي. الكومنت ده او السؤال ده بيتكرر كتير. نور ملهاش قناه على اليوتيوب، فقط ليها انستجرام اسمه نور احمد، اعملوا لها فولو، عندها فولور حلوين وبتنزل فيديوهات تحفه تحفه. بنت بلوجر صغيره، ملكه بنتي طالعه لها، الاتنين متقمطين في نفسهم، بيحبوا النظام بيحبوا التفاصيل. بصوا قمر قمر قمر. طيب عندنا كومنت تاني، نجلاء. اول حاجه انا بحبك، تاني حاجه انت عسوله وجميله. اختصارا يعني للكومنت. تالت حاجه ما تحطيش الشيلات الالوان دي تاني. حاضر يا نوجه، حاضر مش هحطها، اوعدك مش هحطها، بس استنيني استحمليها شويه لحد لما اعمل ركنه تانية انجدها يعني، او اعمل غيرها او اشتري غيرها، ما اعرفش على حسب اللي هيحصل يعني. فدعي لنا بقى، ده التسهيل على الله ان شاء الله. الكومنت اللي جاي ده مهم قوي 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 قوي، ركزوا معايا. ده حوار دار بين متابعتين. واحده بتقول والله يا امنيه شجعتيني وفتحت نفسي ارجع افتح قناتي تاني واشغلها تاني. بالمناسبه هقول لكم اسمها، استنوا، اسمها نسمه. هدخل اثبت تعليقها واعملوا لها فولو، وانا كمان عملت لها فولو، او يعني يا عملت يا هعمل يعني. تمام. نسمة بتقول كده ان انا شجعتها يعني عشان التعليقات السلبيه خلتها نفسها تتسد وتقفل القناه. بصي يا نسمة، طبعا الكومنت على راسي وانا هشجعك وكل حاجة، بس رد المتابعة التانية عليكي بجد تحفة. شابو 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 يعني، رد يتدرس. بصوا بتقول لها ايه؟ بتقول لها يعني لهجة شديدة القوة، ولا مش عارفة اسمها ايه، جملة شديدة اللهجة. اياكي ان تجعلي من التعليقات السلبية أداة لكسرك ولكسر طموحك، ولكن اجعليها جسر تطئيه لتوصلي لنجاحك. يا سقفة معلش، سقفة والله العظيم، سقفة. استني، اسمك ايه؟ هي مكتوبة ابراهيم العمار، اكيد هي بنوتة يعني او حد يعني، واحدة ست اقصد. فبرافو عليكي برافو عليكي. التعليقات السلبية يا جماعة احنا بنمسحها. اللي بيعلق عليا سلبي ده مش، بصوا انا هقول لكم، الفنانين والبلوجر والمشهورين اللي بيعملوا كونتنت او محتوى سواء مشهور او غير مشهور يعني، ما هو كده كده كل بدايه ليها، كل نهايه ليها بدايه. فاللي بدا اللي مشهور ده بدا مش مشهور، بدا صغير. فايا كان يعني، انا ليه دايما بقول الجمله دي ورا كلمه البلوجر المشاهير؟ عشان ما حدش يفضل يقول لي هو انت عندك كام، هو انت مشهوره، مش كده ماشي. فانا عشان ايه بخرس لسان اي حد عاوز يضايقني. الناس دي بتبقى في طبقة من الناس بس هي اللي مستهدفاها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان محدش بيجتمع على حبك، ولا حد بيجتمع على كرهك، ولا حد بيجتمع ان انت صح، ولا حد يعني انا بقول ايه، مش كل الناس قصدي بتجتمع على حاجة واحدة يعني. انت في فئة معينة انت بتمثلهم بيحبوك، الباقيين كلهم بيكرهوك. فطبيعي اللي بيكرهك يدخل يكتب نقد سلبي. في ناس شايفة ان انا بعمل حاجات وحشة جدا، او مش بعمل حاجة خالص، او كل الاكل اللي انا بعمله عك، او كل ولادي تربيتهم عك، او لبسي وحش.
انا كده كده مش جاي عشان ابهرك، انا مش جاي الدنيا عشان ابهرك، ومش بتكلم عليكي كمتابعه، بتكلم في العموم. لكن انا حطيت نفسي في حته ان انت تقولي رايك، فقولي رايك على عيني وعلى راسي، بس لو رايك مش عاجبني من حقي ان انا امسح تعليقك واعتبرك مش من جمهوري. تمام. لكن وعلى فكره مش بتكلم عن الراي اللي مش عاجبني، بتكلم عن الانتقاد السلبي اللي يخليني اعيط بالليل. الراي اللي مش عاجبني او اي حاجه مش عاجباني طول ما هي متقاله بادب واحترام وذوق على راسي من فوق، والله العظيم راسي فوق راسي حاج كامل. غير كده انا همسحك، انا هعمل لك، انا مش شايفاكي، انت مش من متابعيني، هعمل لك بلوك ليه؟ عشان ما تدخليش تحرقي دمك برؤيتي فتروحي حرقه دمي بكومنتك. لا يا ستي، ولا تكلميني ولا اكلمك، ولا تشوفيني ولا اشوفك. فدي الخلاصه من الموضوع. تعالوا بقى نشوف ست الكل، ست البنات لولا، اللولا بتاعتي، اللولا بجد لولا، وهي لولا. قالت لي مامي انا جعانه وعايزه اكل بيض. طب ضرسك وجعك؟ لا الحمد لله خفته بقى كويس. طيب قلت لها هاتي بيضه من التلاجة هسلقها لك. قالت لي لا عايزاها مقليه. قلت لها لا مش هتقليها، انا مش فاضيه، انا عندي ولسه مذاكره ميكي ولسه مذاكرتك وبتاع. طب خلاص انا هعملها، وانا والله العظيم مشغوله. قالت لي بولع لي النار، ولعت لها النار ولفيت اغسل اخر حله وصينيه، ولقيتها بتعمل كده. بصوا بقى اللي جاي ده، اللي فات حماده واللي جاي حماده. بصوا هتعمل ايه. انا اصلا عماله وانا بتفرج على الفيديو ما شفتهاش كويس وهي بتعمل، كنت لافه ظهري وانا بتفرج على الفيديو عماله اقول هو ايه البرود ده، ما تقلي البيضه وخلاص. طلعت بتفصل البياض عن الصفار. انا ده اتعلمته امتى؟ انا ما عرفتش. تقريبا بتشوف فيديوهات كتير للطبخ. على فكره وهي صغيره كانت بتتفرج مع تيتا حاجه الله يرحمها حماتي، كانت بتتفرج على CBC سفرة ليل ونهار. ولما حماتي كانتش تبقى موجوده او نايمه او كده، مالك يقعد يتخانق معاها، هي عايزه تتفرج على CBC سفرة ومالك عايز يتفرج على كرتون. وبعد وفاه حماتي الله يرحمها يا رب ويحسن اليها، بصوا فصلت السفر عن البيت. شطوري يا كوكي. بعد ما توفت برضو بقت ايه، تبقى عايزه تتفرج على CBC سفرة. اتعودت من حماتي. او طبعا بطبيعه البنت بتحب العرايس، بتحب الطبخ، بتميل اكتر للمطبخ كده يعني. والله العظيم شطوره يا ناس. انا دي موهبه مدفونه، موهبه طلعت موهبه في كل حاجه، مش في الرقص وبس، لا في كل حاجه. يا رب نور مخها يا رب في التعليم زي باقي المواهب كده يا رب، اللهم امين. ولا وبتوطي وبتعلي وشغل فنادق. وانا عندي المساكه بلاستيك كده حرقوها لي هم وابوهم عشان هم مش بيحبوا بيقلبوا بيها العيش، مستحيل يقلبوا بايديهم عشان ايديهم ما تتلسعش. تمام. فطبعا سخنت عيش، عماله بقى تقول تشم وتقول الله برافو عليكي يا بنت مليكه. بجد تحفه والله. خلاص سيبها ليا خالص عشان انا شايف حرفيا. يلا عشان تاكلي. طلع العشا زي الفكة. ده بقى ايه بقى؟ تسخن على البتاع قبل ما نجيب ايه. تعالوا كلوا. جميلة يا لولي، برافو عليكي. في غسيل، لسه في غسيل. افتح النار تاني. اطلعي قدام شوية. كمون يا امي. مفيش كمون. طب هاتي فلفل اسود. مفيش فلفل اسود. يلا. طب هاتي الخلطة على بعضها. مش قادرة يا مليكة. عايزة تاكلي؟ لا عايزة اكل يا مامي، بس اعملي لي انتي. مش قادرة يا مامي اتحرك، قلبي وجعني. شفتي قلبي وجعني ازاي؟ كتير كده. مامي مامي. طب شوفي ايه اللي فوق ده. مامي مش قادرة يا مامي. مامي تعبانة. مش قادرة امسك ايدي وجعتني. يا ماما ده مني. عشان تعرفي اللي انت بتعملي فيا.
خلاص عشان لسه عايزه امسح المطبخ. مامي لا تعبانه يا مامي. مامي لا ايدي وجعاني يا مامي. والله مامي ماتت. مامي مامي ايه اللي انت بتحطيه ده يا مامي؟ مامي ايه اللي انت بتعمليه ده يا مامي؟ ده فلفل مع كمون مع ملح. فلفل اسود مع كمون مع ملح؟ انا مش بحب الفلفل الاسود، مش هاكل. اخوك يا صغير هياكل. انت عارفه ان انا ما بحبش الفلفل الاسود، بحرق على بقي. حطيت الملح ليه على الفلفل الاسود؟ من هنا نتعلم ان مفيش حريه راي ولا تعبير ولا اي حاجه في البيت. مامي 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 انا حاسه ان انتوا كلكم بتكرهوني. مامي انا حاسه ان انتوا كلكم بتكرهوني يا مامي. لا انا حاسه ان انتوا كلكم بتكرهوني. كده زعلي مامي. انا حاسه ان انتوا كلكم بتكرهوني. انا كنت عارفه ان انتوا بتكرهوني. انا كنت عارفه ان انتوا بتكرهوني اصلا، ما حدش بيحبني. انت بتعملي فيا كده. وبابي كمان مش بيحبني ولا بينام معايا ولا بيجيب لي اللي انا عاوزاه. والزفت اللي اسمه ميكي ده، الزفت ده بيشغلني خدامة عنده، بيخليني اجيب له كل طلباته وانا صغيرة. يو انت بتعملي فيا كل ده. يو مليكة وريهم كده وانت بتقولي ان ميكي بيشغلك خادمة. مالك بشغل. لا مش دي زي ما انا بعمل. على فكرة والله يا مامي ما كنتش عايزة اقولك بس هقولك. مالك بيخليني خادمته وانا خادمته يا مامي. هاتي اشرب يا مليك، هاتي اكل يا مليك، ناوليني المية يا مليك. اكل ماما يا نور. كاري عايزه اقول لكم ان انا بتفرج على الفيديو وبضحك والله العظيم ان هي بتعمل كده بالظبط واكتر واكتر بكتير ليل ونهار. عايزه اهتمام وعايزه حضن وعايزه ان هي زي القمر وعايزه ان هي زي التحفه وعايزه ان شعري نفضل نقول لها شعرك تحفه وايدك تحفه ورجلك تحفه وتحفه وبرافو عليك، وحتى لو عامله حاجه غلط نسقف لها برضه. بصوا بتعمل ايه زي بالظبط. يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وباي.